السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم هديل. إن شاء الله اليوم غادي تشوفوا معايا زلابية أو حلوة البنان. كتجي زوينة وكتجي هشيشة ومعلكة لداخل وفيها مكونات جدد إن شاء الله. كتشوفوا معايا كتجي هشيشة ومعلكة لداخل وكتكون العسل فيها، كتكون معسلة. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. هنا عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق او الفرينه، عندي 2 كيسان ماء، الكيسان اللي نعبروا بهم الدقيق نعبروا بهم الماء. عندي واحد هنا 4 ديال الكاس ديال الزيت المائده. هنا تقريبا كتجي هي فيها اللي يدير فيها الزيت كيجي نص كاس. هنا غادي نزيد الزبده، درت 4 كاس وغادي نزيد معلقه كبيره الزبده، شويه د الملح. هنا هاد المكونات الجدد هو عندي هنايا الجلجلان، معلقه زلجلان ماشي محمره، هي هكاك ماشي محمره. عندي هنا واحد المعلقه ديال النافع حبة حلاوه، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وجوج معلقات ديال السميده. هنا كندير الماء، 2 كيسان د الماء د العنبه، كنزيد عليهم معلقه الزبده ودرت شويه د الملح صافي، وكنديرهم فوق النار حتى كيذوب الزبده وكيبقى يغلي الماء. اللي ما بغاش يدير الزبده يدير نصف كاس ديال الزيت. الزبده كتعطيها واحد النكهه وكتجي شويه هشيشه، كتجي زوينه بها. وحتى بالزيت هي كتجي زوينه. اللي ما بغاش يدير الزبده يدير نصف كاس زيت ديال العنبه، واللي يدير الزبده يدير 4 كاس ديال الزيت ويدير معلقه زبده كبيره. المهم انا كتغلي صافي، من غلات كنحيدهم فوق النار. انا كندير المعلقه ديال النافع وحبه حلاوه ومعلقه زلجلان ماشي محمر ومعلقه صغيره قرفه صافي. كنزيد عليهم الفارينه الدقيق 2 كيسان، كنزيد عاوده 2 معالق سميده رقيقه ديال الحرشه صافي. كنخلط الكل جيدا، كتكون سخونه، شي معلقه د الخشب ولا المهم اللي كتخلطوا بها. كنخلطوا مليح باش ما يبقاوليش هذوك الكويرات ديال الفارينه او هذوك ديال الزلجلان وديال النافع حبة حلاوه. انا هذه زدت هذه طريقه جديده. هاد المكونات جدد، كاين اللي كيدير الفاني، كاين اللي كيدير القرفه، كاين اللي كيدير ما زهر. انا زدت فيها هادو كتجي بحال الشباكيه وهداك الشيء، كتجي زينه بلذيذه وبنينه صافي. كنخلط مليح حتى كتخلط لي الخليط ديالي العجينه. شوف كتولي رطبه، كتولي رطبه ومنسجمه في بعضياتها صافي. كنخليوها شويه كتبرد حقاش كتكون سخونه وكنخدموا بها صافي. كنجمعوها صافي كتكون صافي ونبداو نخدموا بها. هنا اللي عنده البوش حسن ديال الحلواني كتجي ساهله. انا هنا ما عنديش، عندي البوق هنايا، عندي البلاطو درت فيه الكاغط ديال الطياب اللي كيدخل الفران. انا عندي هذا البوق ديال اللي كنخدموا به بالماشينه ديال الكعك وديال الحلوى. هنا عندي هذا غادي نخدم به، بصح اللي عنده البوش ديال الحلواني احسن، كيجيك ساهل بطريقه سهله صافي. كنبقى نخدم كتجي سهله دغيا، كتوجد في اسرع وقت صافي. كتبقى تخرجي. هي في الحقيقه كتعذب شويه بهذه الطريقه، علاش قلت لكم؟ لان البوش كيسهل المأموريه، كيجي ساهل ودغيا كتزربي، كيساعد صافي. كنبقى تقادي كنقاد حتى كنكمل الكميه اللي عندي صافي. واللي بغى يديرها صغيره، المهم كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، اللي بغى كيصغرها او يكبرها يطولها يعني في الطول. ممكن تجي لذيذه بهذه الطريقه وبهذه المكونات صافي. حتى كنكمل الكميه اللي عندي
صافي ونخليها ترتاح واحد المده، على الاقل واحد ربع ساعه، واحد 15 دقيقه كتخليها ترتاح. من بعد ملي كتقاديها كتصاوبيها كنخرجوها. صافي كنقاد. بشويه بشويه. المهم هي كتوجد في اسرع وقت، ما كتقبضش بحال الكريوش او الشباكيه، ما كتقبضش الوقت بزاف. صافي راني كملت الكميه ديالي، كنخليها ترتاح واحد 15 دقيقه، عاد نبدا نقليها. صافي كنوجد من بعد كنوجد الزيت ديالي، كيكون عامره المقله او كاسرون او اي حاجه، مهم كيكون غالب الزيت على هاد الحلوه. نشوفوها حماد شويه، ماشي كاع حامي بزاف، كتكون شويه حماد. صافي كنرميو هاد الحلوه ديالنا او الزلابيه كنديروها في الزيت، كيكون الزيت يعني فوق الزلابيه باش كيتقلاو مليح، كيتحمر في كل جوانب. المهم كميه بكميه بشويه يعني بشويه كتحطي بالحبات، ماشي اللي كتكون مبتدئات، يعني بشويه باش ما تغلبهم، باش ما يتحرقوا لهاش. صافي ونخليوها شويه. ومن بعد هو العسل ديالي اللي وجدته من قبل، بعد غادي ندير لكم مقادير ديالو في الرابط لتحت. كي درتلو كي صاوبتو كيجي ثقيل وزوين وبنين وعاقد وكيجي اللون ديالو زوين. صافي المهم كنخليوها في الزيت ديالنا كتقلى. نبقاو من بعد نحركوها بشويه بشويه باش يتحمروا كاع الجوانب. بقاونا نقلبوا فيها باش تحمر لنا الجوانب، باش ما تجيش جهه خضراء ما طايباش وجهه حمراء. نقلبوها. صافي ومن بعد النار كتكون بعد من كتشوفيها حمات بقات تقلى مليح والنار سخنت، نقصوا لها شويه، نديروا النار متوسطه، ماشي مهيله ماشي مجهده، يعني كتكون متوسطه باش تقلى مليح، باش ما تبقاش لداخل معجنه، طيب من الفوق ولداخل تبقى معجنه. كتكون النار متوسطه. صافي كنخليوها كتحمر. هي انا تحمرت كل جوانب، كتكون مذهبه، اللون كيكون مذهب لان العسل غادي يعطيها اللون، كيزيد يعطيها اللون غامق. هنا كتذهب لنا. صافي كنقطروها من الزيت. صافي نديروها في العسل ديالنا كيتعس باش تعسل على خاطرها. من بعد كنزيدو الكميه الاخرى اللي بقات. اصلا هاد الكميه اللي درنا ما كتجيبش كميه بزاف، كتكون يعني المبتدئات سهله ليهم دغيا كتساعدهم. هنايا كترمي من درت المقله الاولى في العسل، غنزيد الكميه اللي بقات لي. راني نسيت ما صورتش فين درتها في العسل المره الاولى، بصح جا غادي نصور تشوفوا في العسل كي كتجي. صافي هنا هي كملت لي تحمرت هي ذهبت اللون ديالها. صافي وكنديرها في العسل، كنقطروها من الزيت مليح هكا، كنقطريها بالزيت. صافي وكنديروها في العسل باش كتعسل. وهذه ساهله الطريقه، يعني هاد الحلوه البنان او الزلابيه كتكون ساهله في يعني في الخدمه ديالها، كتكون ساحسه يعني ماشي كيما الشباكيه او الكريوش. ها هو هنايا درتها في العسل، كنكب عليها من بعد العسل. اللي كتكون باغيه دير كميه كبيره خاصها تكثر العسل. انا هي يعني كميه صغيره درت العسل شويه لان غادي يدير فيه الزيت غادي يضيع. المهم اللي تكون عندها كميه الدوبل خاصها يعني العسل يكون بكثره. صافي كتعسلي غادي تعسل كيدخل لها العسل مليح. صافي ها هي وجدت من عسلتها وقطرتها، بعدا هي وجدت كتجي محمره. شتي العسل كيعطيها لون واحد اخر كيزيد يحمرها. ها هي الطريقه، هي جات هشيشه
وبنينه ومعلكه لداخل، وهذاك كيعطيها جلجلان والنافع والقرفه كيعطيو واحد المذاق زوين. تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا اللي انضم للقناه جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.